السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة هجمة مرتدة. في هذا الفيديو بدنا نحكي عن خسارة السعودية أمام بولندا، أيضا خسارة تونس أمام أستراليا، خسائر موجعة جدا للعرب. ولكن قبل الانطلاق، إذا أول مرة بتشوفنا اشترك بالقناة، فعل جرس التنبيهات، الفيديو تشاركه مع الأصدقاء، رأيك بالتعليقات مهم جدا سواء كان النقد سلبي أو إيجابي. بداية خلونا نحكي عن المنتخب السعودي. المنتخب السعودي من بداية البطولة بيقدم مستويات ولا أروع. شفنا الفوز الأسطوري على الأرجنتين، أيضا استمر الأداء الرائع أمام بولندا. اليوم المنتخب السعودي قدم كل شيء على أرضية الميدان، ولكن سوء طالع غريب جدا. تفاصيل صغيرة، هي البطولات الكبيرة بتحسمها دائما التفاصيل الصغيرة. شفنا اليوم كمية الفرص التي أضاعها المنتخب السعودي أمام بولندا، كذلك الأمر أضاع ركلة جزاء، سوء توفيق من بعض اللاعبين، هفوات. كل هاي الأمور أدت لخروج المنتخب السعودي خاسرا بهدفين أمام بولندا، مع أن المنتخب السعودي كان أفضل، كان أمتع، كان أقوى. صراحة أداء المنتخب السعودي يعني مبشر للغاية، أداء ولا أروع. المدرب رينار اشتغل يعني شغله واضح للعيان، شغله واضح أمام الجميع. المدرب عمل توليفة لاعبين ولا أروع من هيك، توليفة لاعبين من الطراز العالي. تشعر أن المنتخب السعودي منتخب أوروبي بيلعبوا بالليفل العالي من زمان. صراحة المنتخب السعودي إذا بيستمر على نفس النسق راح يكون له صولات وجولات في عديد البطولات. المنتخب السعودي بهاي البطولة بيقدم أداء ولا أروع، ولكن شفنا اليوم كيف غياب سلمان الفرج تأثيره واضح جدا على وسط ميدان المنتخب السعودي. مع كامل احترامنا لكل الأسماء الموجودة، ولكن سلمان الفرج لمسته على الكرة غير، وقفته على الكرة غير صراحة. كذلك الأمر ياسر الشهراني، نتمنى له السلامة والشفاء العاجل، كمان غيابه مؤثر جدا. أيضا المنتخب السعودي بالرغم من روعته وتنوع الهجومي والتكتيكي، ولكن المنتخب السعودي بحاجة إلى رأس حربة يكون يسجل من أنصاف الفرص. شفنا المنتخب السعودي كيف بتغلب في عملية تسجيل الأهداف من كل 4 أو 5 محاولات لما تيجي محاولة واحدة. بدك يكون راس حربة صريح يسجل من أنصاف الفرص. منتخب السعودي بيقدم أداء عالمي، أداء ولا أروع. لسه في أمل في مباراة جاية مع المكسيك، لسه الأمور بإيدينا. إحنا كعرب فخورين جدا بالمنتخب السعودي وبما يقدمه المنتخب السعودي في هذه البطولة. قدم أداء ولا أروع. إن شاء الله بنفوز على المكسيك، إن شاء الله الفوز بالمتناول بتكاتف الجميع. المنتخب السعودي قادر على تجاوز عقبة المكسيك والتأهل إلى الدور الثاني. صراحة مكان المنتخب السعودي يكون بالدور الثاني أقل شيء، على الأداء والمردود اللي قدمه أقل شيء إنه يكون في الدور الثاني. ولكن برافو اللاعبين، لاعبين أبطال. المدرب ولا أروع من هيك، شخصية، كاريزما، خطط. المنتخب السعودي يمر بفترة رائعة جدا. مش لازم الخسارة تأثر على اللاعبين، لازم يكون المدرب له كلام مع اللاعبين. نطوي صفحة هاي الخسارة ونفتح ملف مباراة المكسيك من الآن. التحضير لمباراة المكسيك يجب أن يكون من اليوم. أيضا ننتقل للحديث عن المنتخب التونسي. اليوم أمام المنتخب الأسترالي خيب كل الآمال. صراحة المنتخب التونسي منتخب محير جدا. قبل البطولة تحدثت وقلت أن المنتخب التونسي إذا تجاوز عقبة المنتخب الدنماركي سواء بالفوز أو بالتعادل قادر أنه يمر للدور الثاني. بالفعل المنتخب التونسي قدم مباراة ملحمية أمام المنتخب الدنماركي، فرحنا جميعا وكان قريب جدا من الفوز، ولكن سوء الطالع وسوء التوفيق أمام المرمى ينقص المنتخب التونسي رأس حربة صريح يسجل من أنصاف الفرص، وإلا كان المنتخب التونسي خارج فائزا من مواجهة الدنمارك. أجى على مواجهة اليوم أمام أستراليا، مواجهة أسهل من الدنمارك نسبيا وعلى الورق، ولكن المنتخب التونسي نزل المباراة مش عارف شو بده يعمل. تشعر إنه المباراة اليوم أول ربع ساعة المنتخب التونسي أول ربع ساعة له بالبطولة ما قدم أي شيء يشفع له. صراحة المنتخب التونسي كان ضعيف، كان مهزوز، كان في تباعد بين الخطوط. ما بعرف تشكيلة المدرب هي خاطئة، اللاعبين كان في عندهم تعالي على الكرة. صراحة المنتخب الأسترالي منتخب بيلعب بواقعية شديدة. المنتخب الأسترالي حكيت برضو بفيديو سابق إنه المنتخب الأسترالي تشعر إنه تخصص يفوز على العرب فقط.
المنتخب الأسترالي بيلعب بواقعية. الهدف أيضا أتى من كرة يعني عرضية، يعني محفوظ، طريقة لعب المنتخب الأسترالي محفوظة جدا. أي مدرب المفروض كان قرأ المنتخب الأسترالي كان حضر اللاعبين ذهنيا وبدنيا ونفسيا. اليوم المنتخب التونسي المفروض انه فات على المباراة، لعب بكل احترام للخصم وطلع فايز من هاي المباراة، لانه اقوى من المنتخب الاسترالي يعني بكثير. صراحة المنتخب التونسي اليوم ما قدم اي شيء يشفع له، ولكن بالشوط الثاني صار في زي حلاوة روح، بعض الهجمات بعض الفرص ما اتت اكلها، ما اتت ثمارها. للاسف المنتخب التونسي خارج البطولة من ايديه فقط. المنتخب التونسي ضيع على حاله التأهل باستهتار اللاعبين. صراحة ما بدنا نلوم على المدرب، ولكن المدرب ايضا عنده تأخير بالتبديلات. المنتخب التونسي اليوم حرام اللي اضاع تأهل كان في المتناول. المنتخب التونسي قدم اداء ولا اروع امام الدنمارك، ولكن اليوم خيب الامال بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تنتظر مواجهة صعبة جدا أمام المنتخب الفرنسي، ولكن حسابيا ورسميا أمله ضعيف جدا إن لم يكن معدوم بالتأهل إلى الدور الثاني. بهذا الفيديو حبيت أحكي عن المنتخب السعودي والمنتخب التونسي. بالنهاية كان معكم عمر أبو زيد، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.